الرحمن عدى وفات يلعب الكره العرضيه حلوه يا ولد يا ولد يا ولد. الاسماعيلي ضاغط بشكل رائع. عبد الرحمن مجدي ما فيش اوفسايد. عبد الرحمن خير. فاز النادي الإسماعيلي أمس على نادي البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف. أحرز أهداف عمر الساعي للإسماعيلي في الدقيقة 15 من عرضية من عبد الرحمن مجدي، يحطها بالكعب حلو أوي من جنب حارس المرمى عشان تبقى النتيجة 1-0 للإسماعيلي. كان في هجمات بعد كده للبنك الأهلي، ولكن تألق حارس المرمى أحمد عادل عبد المنعم فيها بشكل كبير، والدفاع أيضا. طبعا هجمات الإسماعيلي المرتدة اللي كانت بتتلعب ليو أنور امبارح كانت يعني كور كانت طويلة مكانش بيلحقها وكان بيجري عليها صح، ولكن الكور نفسها الطولية دي كانت سريعة. المفروض اللي بيلعب السرو ده يلعبوا يعني ببطء شوية، يلعبوا يظبط السرو بتاعه. ويو أنور لعيب سريع وبيقدر انه يخترق منطقة الجزاء بتاعت المنافس بشكل كويس قوي. وامبارح برضو جات له كرة ودخل بيها بشكل كويس وحطها، ولكن حارس مرمى البنك صدها. عبد الرحمن مجدي تألق امبارح، من اللاعبين اللي تألقوا امبارح. هو صنع الهدف الأول وصنع الهدف الثاني كمان، يعني تحية ليه يعني. طبعا حارس المرمى احمد عادل عبد المنعم برضو تألق امبارح في الكور الصعبة اللي جات له. طبعا كرة الجون بتاعت البنك لا يسأل عليها لانها كرة صعبة ومركونة بشكل كويس قوي في الزاوية اليمين، يعني كرة صعبة عليه لا يسأل عنها. لعيبة الدفاع تألقوا ايضا امبارح، محمد نصر، اياد العسقلاني، وحمد النقاز، وكانوا قادرين انهم يوقفوا الهجمات بتاعت البنك اللي كانت من ناحية اليمين في الشوط الاول. هما بصراحة تصدوا لها بشكل كبير جدا، بشكل كويس اوي. نتيجة كويسة جدا للإسماعيلي ومكسب مهم. ان شاء الله اللعيبة تبني عليه الفترة الجاية دي وتقدر كمان تلم نقط تانية، لأن الإسماعيلي بقى المركز 14 برضو في الجدول، يعني لسه في المراكز متأخرة، ولكن باللعب بتاع امبارح وبالعزيمة انهم يكسبوا المباراة يقدروا ان شاء الله يعدوا من المركز ده. خلاص الماتش الجاي مع انبي ماتش صعب برضو، انبي من الفرق الصعبة، ولكن ان شاء الله يكسبوا المباراة الجاية كمان. شكرا لكم.